هتعملي اساور الجلاش في البيت بطريقه ناجحه وسهله وبسيطه، احسن من اي محل كبير بالشكل الجميل ده اهي. مش مكلفه حاجه خالص، شايفين اهي. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل احلى جلاش اساور ممكن تعمليه في بيتك، مقرمش من بره وطري من جوه. مش بس كده، شكله هيطلع تحفه وكانه معمول في احسن المحلات ان شاء الله. معانا هنا لفه الجلاش دي نص كيلو، وقطعتها نصين، وهبدا اوريكم هنعملها ازاي. اهم حاجه في الجلاش ان احنا نغطيه عشان ما ينشفش، لان الاساور لازم الجلاش يبقى متغطي. بص حضراتكم، انا قسمت الجلاش بالشكل ده كده. هندهن بقى سمنه خفيف كده بالشكل ده كده، هنطبقها نصين بالشكل ده كده. اي حاجه عندك بقى، اي حاجه هنلف بيها، عندك قلم، عندك عود شيش، هنلف بدي كده. هي ماسوره عندي كده لقيتها، هنلف كده. بصوا حضراتكم بالشكل ده كده اهي اهي. هنسيب حته هنا صغيره كده بالشكل ده كده اهي. هنعمل ايه بقى بعد ما لفينا؟ هنضغط كده لجوه اهو، فتكشكشت بالشكل ده كده. هنسحب بقى الحاجه اللي احنا بنعمل فيها، الماسوره او اي قلم او اي حاجه بالشكل ده كده اهي. هنلف كده، هي سهله خالص. هنلفها كده بالشكل ده كده اهي، بقت بالشكل الجميل ده اهي، شايفين اهي. ونحطها في الصينيه. هجيب كمان ورقه من الجلاش اللي متغطي بالشكل ده كده اهو اهي، ونرجع نغطيه تاني بالشكل ده كده. هنفرد الورقه كده، هندهن. هتعمليه احسن من المحلات في البيت اهو بالشكل ده كده. هنطبقها بقى نصين بالشكل ده كده. هنبدأ نلف بالشكل ده اهو، شايفين بكل سهولة اهي. اهي هنسحب بقى، كانت بالشكل ده كده. هنلفها اهي، وهنحطها في الصينيه. هعمل معاكم تاني اهو. دي اسهل جلاش وبيبقى طعمه جميل، هتعمليه ان شاء الله احسن من المحلات بالشكل ده اهو. تتلف بسرعه. بصوا حضراتكم اهي، شايفين اهي.
تحفه. يعني ده كله بوريكم على انه هو سهل، سهل جدا يعني. اهو نرص في الصينيه بقى بالشكل ده كده اهو. شايفين الجمال؟ في ثواني، احسن ما تشتريه من بره. طريقته سهله وجميله. كده هنحط السمنه عليه برضو بالشكل ده كده. بالشكل ده اهو. حطيت السمنه، هندخله الفرن بقى على درجه حراره 180. بعد ما يطلع من الفرن هوريه لحضراتكم الشكل الجميل ده. شايفين طلعت من الفرن بالشكل الجميل ده اهي. هنسقيها بقى بالشربات هي وسخنه. الشربات ده انا عاملاه من قبل كده يعني. شايفين بعمله وعينه في التلاجة بالشكل ده كده. زينوها باي حاجه عندكم متوفره، اي مكسرات هنزين كده بالشكل ده كده. يا رب الوصفه تعجبكم بالشكل ده كده. شويه سوداني، هنثبت الحشو بقى بشويه شربات بالشكل ده كده. هتعمليها في البيت احسن من المحلات. ما خدتش وقت في السوا، اقل من 10 دقايق بالشكل ده كده، حسب طبعا الفرن. شايفين الجمال. اتمنى الفيديو يعجبكم وتعملوها وتجربوها. ايه رأيكم؟ تحفة. هتعملي اساور الجلاش في البيت بطريقة ناجحة وسهلة وبسيطة، احسن من اي محل كبير بالشكل الجميل ده اهي. مش مكلفة حاجة خالص. شايفين اهي. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.